مستمعينا مرحبا بكم من جديد في اولاد الديجيتال. خلينا نرحب زاد كيف بأيمن عجينة، محسن خليفة، سنة العريف، زاد أوصل زغبوني. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا ويتواصلوا معنا على الباج اوفيسيال نتاعنا راديو منستير. حسام يقول لي على شنو تحكيه اليوم؟ راهو مضمون احنا كي نجيبوه معناها من تونس للاسف، معناها وقت اللي تاخذوا معناها على البلاتفورم اللي المفروض معموله، كي تجيبوا الاداره تقول لك ما نقبلوش، راه برا جيب مضمون عادي على خاطر الاداره نتاعنا ما تقبلوش. تفهموا الوضعيه اللي احنا فيها للاسف. نحاولوا باش الرقم نقدموا بها، لكن مؤسستنا ما زالت ما عملتش الابجريد، معناها انها باش تطور روحها وانها باش تمشي لبعيد. للاسف هذه وضعيتنا، ان شاء الله تتحسن، وان شاء الله بالشباب نجموا نمشيوا لبعيد، وهذا نلقاو من خلال لي ستارت اب اللي قاعدين في كل مره يطوروا ويحسنوا، وهذا اللي باش نحكيوا عليه مع اليوم في ستارت اب. ستارت اب انيس حبيبي، يقولوا لك اهلا وسهلا ومرحبا بك. ستارت اب اربح والا ستارت اب والمؤسسه الناشئه اربح؟ نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بضيوفكم، مرحبا بالمستمعين الكل نتاع إذاعة منستير. اليوم نحكيو على مؤسسة اللي هي تنجم تكون هنا باش تربح الشباب التونسي. المؤسسة هذه تخدم على ممكن في التكوين للشباب في نقاط اللي هي مهمة جدا. نحكيو على البورصة لهنا، نحكيو على المالية. كان تفسر لنا أكثر وكيفاش جاتك الفكرة معناها باش تمشي في التوجه هذايا وتوفر هالتكوين هذايا وتحاول باش تقدم ممكن المعلومات اللازمة للشباب متاعنا؟ هو اربح معناها هي منصة معناها تونسية اللي عملناها باش نحاولوا نعاونوا العباد باش يدخلوا البورصة، معناها اللي يحبوا يتداولوا على بورصة تونس ينجموا يلقاو فيها الادوات اللازمة، ينجموا يلقاو فيها المعلومات اللازمة، التكوين اللازم اللي يتعاونهم باش يتعلموا قواعد البورصه وكيف باش يبداو على قاعده صحيحه، ما يبداوش بصفه اعتباطيه كما نقول. تعرف البورصه في تونس الثقافه مش موجوده برشا. حاولنا في العالم الكل توا كما كنا تحكيوا على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يعني خلات اللي البورصه ولات اكسيسيبل، معناها ولات متاحه للناس الكل. معناها يستفيد تبدا عندك تليفونك تنجم تشري وتبيع وتنجم تحاول معناها تكبر في الادخار نتاعك عن طريق التداول في البورصه. دونك نحن خرجنا من الواقع التونسي معناها الحق، وقلنا حبينا نقولوا للتوانسه زاد اللي جان وحتى اللي موان جان اللي راهو سي بوسيبل في تونس ينجموا الادخار نتاعهم ماهوش كان معناها ادخار بركه افيك دي تو فيكس، ينجموا يدخلوا للبورصه وينجموا زاد هما يكونوا معناها باتريمون، يكونوا مخزون باهي على المدى المتوسط. مدى تجاوب لهنا الشباب مع لهنا الابليكاسيون هذيا مع ستارت اب هذيا، مع عدد تجاوب الناس ان تحب تمشي بالحق للبورصه؟ هل انه فما ناس تجي وتحاول باش تعرف التفاصيل؟ خاطر فما برشا ناس تخاف راهم بالبورصه، تخاف تقول لك الفلوس كي نحطهم، وذي مشكلتنا في تونس، راهو عندنا برشا خوف من كل شيء. راهو نخافوا انه باش نقدموا، نخافوا انه باش نعملوا استثمار، نخافوا انه باش نحطوا فلوسنا ديما اللي يخلينا نوخروا التالي، يخافوا زاد باش نستعملوا التكنولوجيا في وقت ما. دونك شنو فما اقبال؟ ما فماش؟ فما خوف؟ ما فماش؟ صحيح، هو الخوف كما قلت انت محمد معناها موجود، معناها الحق الثقافه مازال. مي الحاجه الباهيه اللي جان نتاعنا تو الشباب سورتو اللي ولات عندهم فاسيليتي باش يستعملوا الوسائل التكنولوجيه. دونك هما اسهل لهم انهم باش يدخلوا لابليكاسيون ولا باش يدخلوا يشوفوا في سور انترنت. هما ديجا ما يحبوش يمشيوا مثلا يتنقلوا باش يحل كونت بانكير ولا باش يعمل معاملات ماليه ولا حتى معاملات مع الاداره، يحاولوا يمشيوا للوسائل التكنولوجيه الحديثه باش يقضيوا قضيتهم. دونك هذا يسهل الحق في الكوتي نتاع التكوين. معناها عندنا معناها اقبال، ثم اقبال معناها في الكوتي هذايا، ثم برشا فضول. بشويه بشويه نحاولوا نكبروا الكوميونيتي، معناها العباد اللي مغرومه، وبشوي بشويه نصوروا معناها ثم دي بورسيتور في تونس، معناها ثم كوميونيتي ما همش شباب برشا ما موجودين، معناها عباد اللي يتداولوا كل شيء. ثم مونك نتاع المعلومه يمكن مي موجوده الكوميونيتي هذيا واللي اكتيف، وثم معناها فريمون عباد اللي تبعوا وتحطوا، وثم زاد مردوديه باهيه. خلينا نعطيك انا اكزامبل في تونس مثلا التون اندكس معناها 20 اللي هو ال 20 شركه
الاكثر كابيتاليزاسيون في بورصه تونس، ثم معناها مردوديه نتاع 15% تقريبا معناها في السبع شهور الاولانيين، ما تلقاهمش حاجات اخرين هذوما المردوديات هذوما. دونك يلزمنا نخدموا، يلزم الايكو سيستيم كله كما تعرف، كما في اي دومين يلزم ثم محيط كامل اللي تتضافر فيه الجهود باش الكولتور والثقافه هذه تنمو، والثقافه الماليه اون جينيرال، خاطر كما قلت انت ثم خوف وثم زاد ما نعرفوش نستعملوا، يمكن ما تربيناش حتى في المدرسه، ما قراوناش كيفاش نجاريو الفلوس، كيفاش نجاريو، كيفاش نفهموا الاقتصاد، شنو هو ليزانديكاتور. هذوما الكل نحاولوا نحن في المنصه نتاعنا نوفروا المعلومه، نوفروا المعلومه بطريقه مبسطه، نحاولوا معناها نوصلوا للي جون وحتى العباد الكل معناها التوانسه الكل نفهموهم دو كوا يسجي باش ينجموا ياخذوا قرارات مهمه في حياتهم. نتصور انا التربيه الماليه مهمه ياسر باش تبدا الحياه الفرد تبدا معناها اكيليبري، تبدا ثم توازن في حياته، خاطر الماده كمان معناها حاجه امبورطونت في حياه العبد. ممتاز. بس انا عندي سؤال ليك انيس، شنو ما نعرفش شنو انيس مشكور برشا على الفكره المبتكره هذه وعلى تشجيع الناس على الاستثمار في البورصه. سؤالي اليوم اذا كان اليوم فما ديزانترميديير اون بورس مع شركات اللي هي مختصه في انها تكون تلعب دور الوسيط بين الحريف وبين البورصه باش يشريوا لي زاكسيون نتاعهم ولا يستثمروا في البورصه، اليوم شنو الفرق؟ علاش انا اليوم كحريف نجي للابليكاسيون نتاعكم ولا للتطبيق نتاعكم ولا لكم نتوما كستارت وما نمشيش للانترميديير اون بورس اللي باش يعطيني اون استيماسيون على ليفالواسيون نتاع لاكسيون هذيك باش تطلع باش تهبط، ويعطيني حتى ريكومونداسيون فاش انا هي لاكسيون اللي باش نشريها وفي انا شركه. مشكوره ياسر ثاني على السؤال ممتاز. معناها الفرق ما بين اربح واي انترميديير اون بورس انه انترميديير اون بورس معناها الوسيط معناها اللي في البورصه هو يعطيك الوسيله التقنيه باش توصل للمارشي معناها للسوق البورصه، معناها باش تعدي لي زوردر نتاعك معناها تنجم تشري وتبيع. نحن كاربح معناها كستارت اب نوفروا الوسائل اللي تعاونك باش تاخذ القرار الصحيح، خاطر باش انت تختار باش نسميو الحكايه معناها باش تختار مثلا انت باش تستثمر في الشركه هذه ومش الشركه هذيك، يلزم تعرف تتحلل معناها الشركه هذيك. نحن في اربح نعطيوك وسائل، فمعنا وسائل تقنيه معناها التحليل التقني هذا عندنا ديجا اللوتي معناها اللي عندنا نحن ماهوش موجود في تونس، كان عندنا عند اربح معناها اللي يسهل لك انك تاخذ القرار الصحيح، خاطر البورصه كلها قرارات معناها باش تقرر تاخذ وقتاش تبيع وقتاش تشري وقتاش تقعد بعيد على المارشي كي يبدا ثم معناها ازمات. دونك نحن هنا نجيو مع المتداول معناها الوسيط يعطيك جوست معناها البوسيبيتي كيما بنك بريتو معناها تعطيك قرض من بعد الكوميسيون واحد كل ما فماش شكون يعاونك باش تفهم هكا الوحدات هذوكم معناها. دونك نحن جينا باش نكونوا نحن معناها هنا منصه اللي تعاون وتخلي معناها تعطي الوسائل باش تسهل البورصه على اي متداول يحب يدخل ولا يحب يعرف البورصه كيفاش. اي وتنجم زاد تسبق الوسيط معناها في الاخر انت معناها قبل ما نمشي نفهم دو كويس ساجي نحاول باش نعرف تفاصيل صغيره باش نفهم شنو هي البورصه زاد قبل ما نمشي للوسيط، خاطر زاد الوسيط اللوج على الغايه الربحيه زاد نتاعو، دونك ممكن نجموا نفهموها على الاقل. هذا هو معناها علاش نقول لك هو معناها يعطيك تقنيا معناها الامكانيه باش تدخل للسوق. نحن نحيط بيك من الاول معناها هذو بديك شنو هي البورصه، شنو هي قواعد البورصه، كيفاش تشري كيفاش تبيع. ثم معناها عندنا حتى معناها تكوين برامج تاع تكوين وبرامج نتاع اللي تخليك تفهم بالكدا شنو تعرف ديجا، خاطر نحن لازم نفهموك شنو الحكايه ومن بعد تنجم معناها تحل معناها بيان سور. خاصه في تونس سامحني كان قصيت عليك، خاصه في تونس اللي تنقصنا الحقيقه الثقافه الماليه، ثقافه البورصه بصفه عامه. ما فما ناس راهو ما في بلاش تفهم البورصه في تونس اصلا معناها للاسف معناها، وفي بعض الاحيان زاد فما ناس عندها فلوس ما تعرفش تعمل بيهم. دونك مهم انه اليوم نفسروا لهم شنو معناها بورصه، كيفاش تنجم تحط فلوسك، كيفاش تنجم تجيب بيهم فلوس اخرين، كيفاش تنجم تحاول انك تتبع شركات والسوق الماليه وشنو صاير فيها. اي من عجينه كان عندك سؤال. يعطيك الصحه سي انيس، انا ندخل معك في شويه سريعا في اسئله تقنيه.
حكيت على الاناليز تكنيك معناها اللي تخدموا بها، ما تخدموش بالاناليز التحليل التقني، فما التحليل الاساسي اللي هو على اساس المعلومات. هذا السؤال الاول. الثاني، راهو فما ايضا التحليل التقني يمكن انه اي شخص يقوم بالفورماسيون هذه واللي يعمل اناليز شارتيست وتكنيك، اكيد انك تفهم فيه. الشيء الاخر ايضا انه معناها هي دعوه انه الثقافه هذه، ثقافه البورصه والثقافه الماليه، لازمكم تمشيوا للمعاهد، للكليات، لانه احنا مثلا في كليات الاقتصاد والتصرف ندرسوا هذا، لكن شنو اللي ناقصنا الجانب التطبيقي. ولو انه دائما نقوم بزيارات الى البورصه والى معناها السي ام اف لفهم حقيقه كيفاش نقوم بها. اخر سؤال، الوقت اللي انت باش تنصحني وتعطيني، خاطر لي زاناليست فينانسي موجودين ايضا، انت وكانك معناها قاعد تخدم في خدمه الاناليست فينانسي وتعطي دي ريكومونداسيون. وقت اللي تخسر معايا ولا ما تخسرش معايا، معناها الكوميسيون نتاعك كيفاش تاخذها؟ هو نفهم شنو بالضبط اللي باش تعديو التحليل التقني، مش من كومبليك با لي شوز للمستمعين تاعنا. التحليل التقني نحن نعطيو ادوات، ديما نحن نجيو نعطيو ادوات، مش نحن نعطيو دي ريكومونداسيون. معناها نحن عملنا المنصه هذه باش نجمعوا لي كونسي، باش نجمعوا لي زاناليست، باش الخبراء ينجموا يعطيو رايهم، باش تبدا بلاصه فيها بول دو كومبيتونس كما نقولوا نحن، معناها اللي فيها العنصر البشري والعنصر التقني. خاطر توا كما قلت سيادتك معناها على التحليل التقني والداتا، معناها لي دوني معناها والمعلومه نحن معناها نتريتيوها دي فاسون معناها بالذكاء الاصطناعي وبميثود اخرين، معناها بالالغوريثم اللي يخليوا انه المتداول نسهلوا عليه ناخذ. مي نحن ما ندخلوش في الربح والخساره وفي هذا كله، مش هذا الموديل نتاعنا والبزنس موديل نتاعنا. مش هذا البزنس موديل نتاعنا، يتمثل في ان نعطيو معناها اسباس فيه الخبراء، فيه الوسائل التقنيه، وهذه علاش نحن ستارت اب ومعناها عندنا اللابيل ستارت اب. هنا فين التجديد هو ان نستعملوا معناها وسائل تقنيه، نستعملوا معناها دي لونغاج باش نجموا نعالجوا لي دوني اللي يجيو من البورصه. ديجا نحن معناها بارتنير للبي في ام تي، دونك ونعطيوها بصفه مبسطه في دي داشبورد معناها اللي هما معناها دي تابلو دبور اللي قاعدين نخدموا بشويه بشويه، وباش نخليو الحاجه هذه تولي اكسيسيبل لبرشا عباد، وعلاش لا 100,000 نتاع الترانسفير. نجي للحاجه الثانيه اللي جبت عليها على الجامعات ولا حاولنا معناها، وكنا معناها في جامعات في جندوبه، في برشا هكا جامعات حاولنا نقوموا حتى برشا نقوموا حتى معناها ديزيكسبوزي وكذا باش نعرفوا بالبورصه، خاطر حاجه مهمه جدا. وانا معاك معناها في انه التربيه الماليه تزيد على كان ستارت اب بركه بعدها مي كما اربح بركه، مي نحن نحاولوا ندزوا في هذا ونحاولوا نجمعوا ليكو سيستيم، ونحاولوا نجمعوا اكثر لي ذكر تاع المارشي باش ندزوا، باش نبدلوا هالعقليه هذه. كما قلت انت قبيليك، فما عباد ما تعرفش حتى فما بورصه في تونس، فما عباد نقول لك تعرف الكريبتو وما تعرفش البورصه التونسيه. معناها دونك هذا نحاولوا فريمون نقدموا به كما اي مجال مازال في تونس، مازال جديد، مي نقولوا اللي هو راهو موجود، واللي هو التوانسه ينجموا فريمون يخموا في كيفاش ينميوا معناها ادخارهم من الوسائل هي الاستثمار في البورصه. نحب نشكرك الحقيقة انيس حبيبي، نحب نشكرك ونشكر الفريق الكامل اللي خدم معاك من اجل تطوير الحقيقة البلاتفورم هذه اربح ستارت اب هذه. كما قلت انت بكري حكيت على الجامعات، وانه في الاخر يعني نحب نشكره على خاطر عمل الخطوة الى الامام، والجامعات التونسية يلزمها زاد هي تعمل خطوة الى الامام، بها هي تمشي زاد كيف يلزمنا نخلقوا. راهو اذا نحبوا نحكيوا على الاستثمار، راهي اولا نحكيوا على العقلية، نحكيوا انه انسان اللي هو بالحق معناه يلزموش يخاف، يلزمو يقدم، يلزمو يحط فلوس، يلزمو زاد يقيس الخساره والربح زاد، وهذا انتم اللي تقدموا زاد في المؤسسه. يمين على الخوف ما تكثروش كلمه الخوف، لأن الخوف هو فما مستثمرين يخافوا، فما مستثمرين اقل خوف، وبالتالي هي اداه حتى باش نحسب الربح والخساره. معناها هو خوف
حسابي معناها محسوب كالكولي. فوالا هذا هو. نحب نشكرك يعطيك الصحه وبالتوفيق ليكم ان شاء الله. البلاتفورم هذيا الناس اللي تسمع فينا ان شاء الله على الاقل تدخل تشوف شنو معناها، راه فما بورصه، راه فما فلوس، راه فما ادخار تنجم تجيب لك فلوس اخرين. برشا فلوس بالنسبه للناس. ما نعرفش انت حاط فلوس كيلكو بار فما يعني ما حبيتش نطول من بعد خاطر فما انفستي اللي اكيد انه يعرفها في البي في ام تي المتطوره معناها طورتها هي انفستي فرصه معناها هي بلاتفورم عملتها البورصه نتاع تونس باش تحاول تكبر معناها الكوميونيتي، باش تحاول معناها توعي معناها التوانسه على الاستثمار وكل شيء. انا نقول لك معناها زاد انفستي انت جبت عليها حاجه باهيه انه تنجم تجرب من غير ما تحط فلوس معناها بالرسمي، معناها في ان كونت دي ديمونستراسيون تنجم تجرب باش تشوف كيفاش تتعلم، ومن بعد تنجم تدخل تمشي للوسيط معناها في البورصه تحل كونت معناها بفلوس ريال. ان شاء الله في بدايه السنه انا نوعدك انه نتلقاو ونمشيو الى الكليات مثلا في جامعه مستير من جامعه سوسه للتعريف اكثر، وخاصه لنشر الثقافه الماليه لانها مهمه ويمكن الشخص راهو يربح فلوس. قال لك 17% من الشركات انها عائد على المال. موافق انيس؟ اي مرحبا. حتى مشكله انا نحبوا معناها فريمون هذا هو الاوبجيكتيف ننميو الثقافه هذه الماليه وثقافه البورصه. شكرا لك انيس حبيبي، مشكور على قبول دعوتنا. سيو اربح وان شاء الله الناس كل تربح ان شاء الله، ديما الفلوس موجوده ان شاء الله تربحوا وتستثمروا وتقدموا، خاطر الاستثمار هو اللي نجم يقدم البلاد. شكرا لك مره اخرى انيس حبيبي، يعطيك الف صحه على كل المعلومات، على العمل اللي قاعدين تقوموا به، على قبول الدعوه زاد كيف باش نمشيو مع انس. ما نعرفش انس احنا مازالونا 3 دقائق، يعني واحد من الناس نقول انه اعطينا لمحه بسيطه على الاقل في ماج اب ماج. باش نحكيو اليوم على تطبيق إينوفون في الصدارة في عالم التكنولوجيا الأمنية. التطبيق هذا تم تصميمه خصيصا باش يعزز السلامة الشخصية والمهنية والتنظيمية زادة، هذا الكل باش يصير باستخدام الذكاء الاصطناعي. Guardian AI الابليكاسيون هذه متاع الذكاء الاصطناعي اللي توفر لنا تحليل وتنبيهات من تهديدات في التون ريال، وتكشف لنا زادة على المخاطر اللي نجموا يصيروا ولا يصيروا لنا في الوقت الحاضر. الميزات متاع Guardian AI هي أهم حاجة فيهم هي المراقبة على مدار الساعة 24 ساعة على 7 أيام، وين يحلل الذكاء ويكشف تهديدات من عباد تحكي معاهم في التليفون وإلا حتى في الغيال، وهكا يضمن الأمان للمستخدمين. قدرة الابليكاسيون هذه على الربط بالأنظمة والابليكاسيونات الأخرين اللي نستعملوا فيهم زادة ما غير ما تنترفيري وإلا تعطل أي بروتوكول، وهذا اللي يسهل لها المراقبة الأمنية أكثر. نلقاو زادة أنه الواجهة متاع المستخدمين تكون سهلة في الاستعمال ومفهومة، وحتى الإعدادات اللي نجموا نخصصوهم باش تخلي الابليكاسيون هذه تكون كيما احنا نحبوا ولا كيما المستخدم يحبها تكون. اليوم نحكيو على قفزة هامة في التكنولوجيا الأمنية، وين لي ميزور تراديسيونيل ادمجوا مع الذكاء الاصطناعي وعطاونا Guardian AI اللي يستبق الأحداث، ينجم يعرف المشكلة قبل ما تصير وينبهك لها، ويعطيك زادة دي سوليوشن باش تنجم تحمي المشكلة قبل ما تصير، وهذا يوفر لنا حماية شخصية ومخصصة حسب احتياجات كل واحد فينا. خليني نقول انه هذا المستقبل متاع الامنيين. على قد ما المخاطر تزيد في الانتوراج متاعنا، على قد ما Guardian AI بالخوارزميات متاعو يطور في روحه، والمحاكاة مع الواقع قاعدين يقدموا باش يكونوا خير. نعطي دي اكزامبل للمستمعين باش يعرفوا وين ينجموا يستعملوا Guardian AI. Guardian AI نجموا نستعملوها في لي ميزون انتيليجونت توا ولاو دخلوا ياسر تكنولوجيا لديارنا. نجموا نحطوا Guardian AI في سيستم أليكسا ولا جوجل هوم باش تبديتينا بأي حاجة قاعدة تصير في الدار، تبديتينا بأي حاجة ترافاها هي خطر، وكيكا نجموا عن بعد نعرفوا كيفاش نجريوا الحكايه. زاد مع شركات Guardian AI يعطيهم تحاليل لحظه بلحظه على دخول مش مصرح به، على سايبر اتاك كثرت ياسر في الشركات دغنيغمون وبجديد، وعلى اي سرقه زاده. يقوم حتى بحمايه البنيه التحتيه بالريل تايم مونيتورينج، ينجم يديتكتي
الخطر ويلقى له حل قبل الوقت. ينجم نستعملوه في ليزيفينمون، في السفرات، باش هكاك نقصوا فين تبدا بلاصه معبيه اكثر من العباد، يديتكتي لنا الخطر قبل ما يصير ونقصوا من الخطر هذاك في لونتوراج نتاعنا. اهم حاجه باش يشيخوا عليها لي بارون تو انه جارديان اي اي تنجم تدخلها في تليفونك وتليفون صغيرك باش تحميه من الخطر نتاع السوشيال ميديا والخطر نتاع الانترنت. خاطر نعرفوا توا صغار كلهم لازمهم تليفون باش يحكيوا بيه، باش يتصلوا بيه مع ولديهم. اما لي بارون يخافوا زاده على صغيرهم السوشيال ميديا والحاجات اللي قاعده تطلع، وحتى الصغار يحبوا يتفرجوا زاده في التيك توك واليوتيوب وشنو فما جديد. لهنا نعطيكم سوليوشن للصغار، جارديان اي اي تخليكم كونتروليو الكونتوني اللي يطلع لصغيركم باش هكاك تضمنوا انه ما فماش حاجه مخطره يتفرج عليها صغيركم، والا تنجموا تكونتروليو الميساجات وتشوفوا اسكو الميساجات اللي قاعدين يتبعثوا في تليفون صغيركم اسكو فيها تهديدات، اسكو الشخص اللي يبعث فيها مخطر والا لا. فما زاده بشكون باش يقول لك اني صغيري فات 17 سنه ولا عمر معين اللي نخلي له الخصوصيه الكامله، ويقول لك ما نخاف عليه. لهنا جارديان اي اي ينجم يخلي لكم يخلي لكم لي بارامتر نتاعو، السيتينغز نتاعو يخليها لكم خاصه ان تنجموا تسكروا لي ميساج باش ما تشوفوش حاجات خاصه اللي يحكي فيها صغيركم مع اصحابه ولا حاجه، ما تفاعلوا التطبيقات الاخرين اللي نجم يكون فيها مخطر ولا حاجه. جارديان اي اي ممكن برشا عباد يسمعوا فينا تو قاعدين يقولوا اللي لابليكاسيون هذه ياسر بارفيت باش تكون حقيقه، حتى شركات زاد راهم يقولوا ياسر بارفيت باش تكون حقيقه. اي صحيح، اما هذا المستقبل نتاع العالم نتصور، وان شاء الله يكون مستقبل بلادنا، خاطر ابليكاسيون كيما كيكا تنجم تعاون برشا شركات والديار وحتى لي زانديفيدوال. اكيد واحنا نلوجوا على الشيء هذا في الاخر، حمايتك وحمايه صغيراتك في الاخر. نحب نشكركم زغبوني، شكرا لك على اختيار الابليكاسيون هذيا. زاد كيف نشكرك سناء العريف، زاد ايمن عجينه، سي محسن خليفه، شكر لكم الكل. شكر زاد كيف الحسام نوار من قدام الكونسولات في الاخراج التقني، في الاخراج الرقمي حسام القفصي. زاد التحيات المعاذ الحداد في التنسيق. اجمل تحيات محمد بن سيدي رفيقكم في الاعداد والتقديم. باي باي. سماعيات. سماعيات مختارات من الموسيقى والطبوع التونسية.